السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشوني أحلى صحاب وأحلى متابعين من الفيديو اللي فات. النهاردة إن شاء الله زي ما شفت في أول الفيديو هنعمل الجمبري بطريقتين هتعجبكم جدا. بس زي ما تعودنا، ما ننسوش نعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناتي بوكيتشن، واللي أول مرة يشوفني وما يعرفنيش، أنا اسمي هبة. بس زي ما تعودنا في فيديوهاتنا ان احنا لازم نصلي على الرسول، فهنصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده هيعجبكم جدا جدا، وطريقتين للجمبري مختلفين وبطعم مميز. جربوهم وان شاء الله هيعجبوكم، وهتكتبوا لي تحت في التعليقات ان هو بعد ما تجربوهم ان هو فعلا يستحق انك تجربه. هنسمي الله كده وهنبدأ نعمل هنجيب كده حلة حلوة على النار كده، لازم تكون سخنة. وهنجيب الجمبري بتاعنا، اي نوع جمبري انت بتستخدميه كبير صغير. هنفتحه بس من الظهر عشان نشيل السلسلة بتاعت الرملة اللي في ظهره، بسكينة كده رفيعة، وهنبدأ نشيل ظهره. طبعا احنا قلنا بالكمية اللي انت عايزاها، الشكل اللي انت عايزاه، الحجم اللي انت عايزاه، النوع اللي انت عايزاه. اول حاجة هننزل بالجمبري في الحلة، وقلنا الحلة تكون سخنة حلوة. هنجيب بصلاية حلوة كده زي ما انتوا شايفين كبيرة، هنقطعها جوليان او حلقات. كل ده والحلة سخنة. هنجيب تاني يا بنات؟ هنجيب طماطم، هنجيب جزر، هنجيب فلفل كوبي اخضر، ممكن تجيبي كمان احمر واصفر. هتجيبي فلفل سبايسي سواء اخضر او احمر. هنجيب تاني يا بنات؟ هنجيب بقى بهارات. طول ما احنا بقى شغالين انا هقول لكم، يعني احنا دلوقتي خرطنا البصل، خرطنا الفلفل الكوبي الاخضر. انا ما جبتش الوان صراحة، انا ما كانش عندي فحطيت اخضر، بس انت لو حبيتي تزودي مفيش مشكلة. فلفل السبايسي الاخضر برضو حطيت كده قرن كده حلو. جبنه طماطمايه حلوه، هنقطع كل ده، بنقطعه يا بنات قطع. كل ده هتلاقيه مع الشوربه هيبقى طعمه خطير. جربي الطريقه دي، انا معتمداها دايما وبعملها على طول. بتدي قوام كده وطعم للشوربه رائع وخطير. واللي داقوا الشوربه بتاعتي يكتبوا لي في الكومنت بتاعي تحت ويقولوا لي فعلا عجبتهم ولا ما عجبتهمش. الجزرة هتبشريها، مش هتقطعيها بقى مكعبات. تبشري الجزرة كده حلو. برضو بتدي طعم حلو وطعمه مميز. لا، تدوقي الشوربة دي فعلا. شوربة حلوة كده لا فيها خضار كده وتوابل. لا هتوديكي في شوربة طعم تاني واحلى من بره كمان. انا بقول لكم اللي جربها عندي ودقها يكتب لي في الكومنت فعلا هي كانت حلوة ولا وحشة. هنجيب بقى خضرة. هي الخضرة؟ بقدونس وكزبرة وشبت، كرفس. لو انت في الكرفس العيدان اللي هي التخينة دي حطيها، مفيش حطي الكرفس العادي بتاعنا البلدي، بالعيدان بتاعته بالورق بتاعه، برضو بيدي طعم. كل الحاجات دي بتدي طعم للشوربة، وتحسي ان انت كده طعم خطير. طبعا هتعملي قد ايه؟ يعني هتاخدي مثلا من كل نوع خضرة وحدتين، يعني وحدتين شبت على وحدتين كزبرة على وحدتين بقدونس على وحدتين كرفس، وهتقطعيهم كده حتت صغيرة. كل ده بيتقطع حتت صغيرة يا بنات، مش بيتفرم. هي الحاجة الوحيدة اللي بتتبشر بس هي الجزراية. ايه البهارات اللي هنحطها؟ هنحط وحدتين حبهان ووحدتين مستكة. لو انت عندك حبهان مطحون ومستكة مطحونة حطيهم. انا ما عندي صحيح، فانا حطيت وحدتين حبان بس فتحتهم عشان تاخدي النكهه بتاعت اللي جوه الحبان. وحدتين مستكه. هتحطي شويه ملح، هتحطي شويه كمون، طبعا الكمون ده بيحب السمك. مش هتحطي فلفل اسود يا بنات. هتحطي توم بودر، عندك بصل بودر حطي. هتحطي معلقه بابريكا، كل ده معلقه معلقه معلقه. بس كده. هي دي بهاراتنا. هنبدأ بقى نقلبه كده، ننططه زي ما انا وريتكم، او تقلبيه بمعلقة. كله ياخد من طعم بعضه. طبعا انت هتسيبيه شوية لغاية لما يغير لونه الجمبري، وهتبدأي تحطي له مية. بس المية يا ريت تكون مية دافية او مية سخنة. انا هبدأ اسخن له مية عشان بس
ما يقدّدش أو أنا مش عارفة أقول لكم الوصفة، إن هو ما يبقاش طري كده وطعمه مش حلو. والجمبري يا بنات ما بيتحطش كتير على النار، هو مجرد 10 دقايق بتطفي عليه. لازم يبقى في حتة كده إيه، تحسي نشفان شوية أو بتجز شوية، يعني مش مستوي 100%. عشان لو مستوي 100% انتي مش هتحسي بتاكلي جمبري، هتحسي ان هو بيشد معاكي، مش هيبقى حلو. بصوا انا سخنت المية، هبدأ أنزل بمَيّة. طبعًا أنتِ بتزوّدي المَيّة، يعني مثلًا أنا حاطة مثلًا 3، 4 كوبايات على حبّة الجمبري دول، عايزة أزوّدهم أوكي. المهم يعني في الأول كده تسيبيهم بس ياخدوا ويدّوا مع بعض لمدة 10 دقايق. حبيتِ تزوّدي المَيّة تاني زوّدي، بس في الأول ياخدوا ويدّوا مع بعض. بُصّوا شايفين يا بنات، شايفين الجمال؟ دي أول شوربة هنعملوها للجمبري. الشوربة دي خطيرة وهتعجبكم. بُصّوا أنا زوّدت شوية مَيّة وهاسيبها بقى تغلي. هتغلي قد إيه؟ 5 دقايق. مجرد ما المَيّة تغلي هاطفّي عليه. هو كُلّه ما قعدش على النار ربع ساعة الجمبري، هي ربع ساعة أقصى حد، من 10 لربع ساعة. هنبدأ نعمل إيه تاني، هننقله بقى على نار تانية، ونبدأ نعمل إيه يا بنات، نعمل الشوربة التانية من الجمبري. إيه شوربة التانية؟ اللي هي الشوربة البيضا أو الروزي أو الوردي زي ما تسموها. الشوربة دي هتبقى أتقل شوية، ودايما بتنزل في المحلات غالية جدا وبأسعار خيالية. فاحنا ليه ما نعملهاش في البيت طالما سهلة وبسيطة ومش بتحتاج حاجة. وممكن في حاجة بتبدليها، هقول لكم عليها دلوقتي، تكة ممكن تبدليها في الفيديو. هتجيبي طبعا جمبري وسبيت. السبيت ده ممكن تاخدي الروز بتاعته، ممكن تاخدي السبيتة نفسها بتقطعيها قطع مكعبات. انا خدت الروس بتاعتها، وخدت كام واحدة جمبري كده. وهحط على النار، هحط حتة زبدة حلوة عشان هو الشوربة دي بتحتاج زبدة، بتخليها كده طعمها احلى. هنجيب بصلاية كده صغيرة، هنقطعها هنقطعها قطع كده مكعبات. هنتبلوها مجرد بس ما تدبل. وهنجيب كمان 3 4 فصوص توم يا ولاد. يعني هنجيب هنجيب البصلايه نقطعوها مكعبات، ونجيب 3 4 فصوص توم نخرطه برضو مع حتة الزبدة ونشوحوه شوية على النار. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا بشوحها. دي شوربة السي فود. ممكن تحطي بلح بحر معاها، ممكن تحطي سمك فيليه بقى. بصي حطي بقى اللي انتي الموجودة عندك، بس انا حطيتهم بالحاجات الموجودة عندي. هنحط لها تاني؟ واحدة حبهان وواحدة مستكة. برضو الحبهان والمستكة بيدي طعم. هنبدأ ننزل بعد ما البصلة والثومة بدأت تشمي ريحتها، ما غيرش لونها، مجرد ما غير بس غيّرِت يعني يا دوب دبلِت وشمّيتِ ريحتها، هتبدئي تنزلي بالسي فود اللي عندِك. إحنا قُلنا جمبري، صُبيط، كابوريا، بلح بحر، اللي أنتِ عايزاه. وهتبدئي تنزلي تاني، هتحطّي كمان فلفل كُبّي برضه، واحدة فلفل كُبّي. برضه عايزة تحطّي فلفل ألوان ما فيش مشكلة. وهنحط تَكّة، هي البطاطس. بطاطس ده! حد يحط بطاطس للسي فود؟ لشوربة السي فود عشان بتدّي قوام. انتوا عارفين البطاطس فيها نشا، فهتدي قوام كده تقيل حلو للشوربة. بصوا برضو بنشوحها كده، بتاخد يعني كل حاجة ننزلوها يا دوب نقلبوها تقلبتين 3 بحيث ان هي تتشوح. هتحطي تاني يا هبة؟ تاني يا بنات؟ هنقطع كده كرفس. بقول لكم لو في عيدان الكرفس اللي هي التخينة دي ماشي، مفيش وفي الكرفس العادي بتاعنا البلدي هنقطعوه كده، نخرطوه كده حتت كده صغيرة. وبرضو نشوحه كل حاجة ننزلوها نشوحوها تاخد وتدي مع بعض كده عشان ياخدوا من طعم بعض. تمام. هنحط شوية ملح، وهنحط تاني، وهنحط طبعا كمون، لان احنا قلنا الكمون ده ما بنستغناش عنه في الاسماك. وبرضو توم باودر. هتحطي بابريكا معلقة، كل حاجة معلقة يا بنات زي ما انتوا شايفين. ايه بقى التكة اللي المفروض تتحط وما عنديش منها، وايه البديل بتاعها؟ لو انا ما عنديش كريمة هقف، لا هعمل بديل. ايه هي بديلها؟ هنحط يا بنات معلقتين دقيق. تمام. بس قبل ما نحط الدقيق عندي شبت، برضو نحط شبت بيدي طعم حلو قوي لشوربة السي فود دي. وبرضو ونقلب. انا لو عايزاكم تشموا الريحة خطيرة يا بنات، خطيرة. لا لا لا، واو، رائعة. جربيها تعجبك قوي. هنحط قلنا بديل الكريمة. هنحط معلقتين دقيق كده كبار، ونشوحوهم برضو مع بقية الحاجات اللي احنا حطيناها، شايفين؟ وبعد كده هنزودوها بقى هنزودها بكوباية لبن. كده عملنا كريمة كدابة زي ما بيقولوا. ما عنديش كريمة مش هقف،
كريمة غالية برضو مش هقف، هتصرف. بعد ما حطينا كده الدقيق وتشوح كده حلو، شوحنا حلو بس عشان ايه؟ يبقى ما يبقاش يبقى مستوي، دي يبقى مستوي زي ما بيقولوا. هنحط ايه؟ هنحط كبشتين من الشوربة اللي احنا عملناها في الاول، وبعد كده هننزل بكوباية لبن، يا ريت تكون برضو دافية، ما تكونش باردة او ما تكونش ساقعة. بصوا هناخد كده ايه كبشتين اهم زي ما انتم شايفين من الشوربة. الشوربة جنبي طبعا استوت، وايه بقى خطيرة بقى. دوقي من دي ودوقي من دي. لا لا، يعني مش هتشتري بقى حاجة من بره ولا هتاكلي من بره تاني، انتي كل حاجة هتعمليها في البيت بإيدك، وانتي ضمناها وضمنة معمولة ازاي ونظافتها، وهتبقى أرخص بكتير من انك تروحي تاكلي طبق زي ده بره. انتوا عارفين طبعا الأسعار بره دلوقتي ايه. بصوا شايفين القوام؟ طبعا هتغلي غلوتين تلاتة كده، بحيث ان كمان الجمبري والسبيتش يستوي جواهم والبطاطس. هتلاقي القوام تقيل كده وبقى خطير. بصوا شايفين يا بنات؟ طبعا هتظبطي الملح بتاعك، وهنا سواء هنا او في الشوربه دي او في شوربه السي فود اللي هي ايه بالكريمه. هنغطيها مدة 10 دقايق برضو، وبعد كده هنبص عليها. شايفين يا بنات بعد ما استوت الشوربة؟ شايفين الجمال؟ بصوا هتشوفوا دلوقتي، بصي خطيرة. يا لو استفدتي من الفيديو وحسيتي ان انتي طلعتي منه بمعلومة، ما تنسيش تعملي اللايك ودعوة حلوة منك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني ووصفات تانية هتعجبكم بإذن الله. باي باي يا بنات، في حفظ الله. اشوفكم في فيديو جديد.